السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال، يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير، صباح الهنا، صباح الرضا. الله يصلح حالكم ويريح بالكم ويبارك في أولادكم ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة. اللهم آمين يا رب العالمين. معايا هنا زي ما انتم شايفين شوية حاجات كده على القد، وحبيت إن أنا يوم السوق بتاعنا زي ما انتم متعودين. دي بطاطس كده للسليق اللي 3 كيلو ب10 جنيه، وديت البطاطس الكبيرة ديت اللي 2 كيلو ب10 جنيه، الكيلو ب5، والبرتقان الكيلو ب5 جنيه، والسفندس هو صغير شوية بس الكيلو وربع ب10 جنيه، هو اللي غالي صراحة. والبتنجان الكيلو ب5 جنيه، دول 2 كيلو اللي لوحدهم، دول كيلو، والتانيين اللي مع الشطة ده كيلو كمان، يعني 2 كيلو ب10 جنيه. والجزر الكيلو وربع ب5 جنيه. بصراحة أسعار الخضار النهاردة حلوة، بس هي الأسعار اللي مولعة في السمك والفراخ. ومعايا هنا كمان البرتقان ده الكيلو ب5 جنيه سكري. ومعايا هنا أحلى حاجة بقى جبتها، الخيار ده. الخيار ده ما شاء الله، شايفين الخيارة صغيرة وطرية، وخيار كده ما شاء الله حلو زي الفل. الكيلو ب6 جنيه، دول 2 كيلو ب12 جنيه. بصراحة أحلى حاجة أنا جبتها ومبسوطة بها النهاردة هي الخيار. معايا هنا كمان الكوسة ديت الكيلو ونص ب5 جنيه. أسعار الخضار النهاردة كويسة، بس هي أسعار السمك بما إن النهاردة السوق، فمعانا لازم يكون الراعي الرئيسي بتاع يوم السوق. لازم، ما ينفعش يوم السوق عندنا نعديه كده من غير سمك. معايا هنا كيلو وربع سمك. هو ده اللي أخد الفلوس. أنا ما جبتش طماطم، أنا عندي هنا كام طماطماية كده همشي بيها نفسي، لأن بصراحة وبأن فيه سمك يبقى لازم خضار. بصراحة أنا ما جبتش طماطم لأن الفلوس ما كفتش، لأن أنا عندي كمان يعني إيه شوية كده في التلاجة، بس هما مش هيكفوني الأسبوع ولا حاجة. عندي طماطم تانية في الفريزر، بس أنا هشتري بقى طماطم للسلطة وكده من جنب من هنا. لأن بصراحة الفلوس ما كفتش. الخضار تمنه حلو ومرتاح والحمد لله حلو زي الفل زي ما انتم شايفين كده، بس اللي أخد الفلوس مني السمك. السمك هو اللي غالي، السمك اللي غالي البوري الرفيع ب60 وب65، والبوري اللي هو الكويس الكيلو ب75 جنيه. أما البلط اللي أنا جايباه ده هوريهولكم دلوقتي، الكيلو وربع، أنا جايبة كيلو وربع ب65 جنيه. ده بصراحة هو اللي أخد الفلوس. هنعمل بيها ايه؟ قلت ان احنا نجرب بقى الفرن بتاعنا كده ونشوف هيعمل معانا ايه، وهنشوف هنطلع لنا الحاجة حلوة ولا لا. اول حاجة، اول مرة اعملها في حاجة، فعملت إيه غسلت البرام بتاعي كده زي ما انتم متعودين معايا دايما. غسلته وحطيت شوية من الزيت كده، لفيت بهم الرز بتاعي، وهحط له الملح بتاعه. اللهم صل على النبي. قلت اجرب الفرن بقى النهارده كده واشوف فيه السمك واعمل فيه البرام، واشوف النتيجة ان شاء الله هتبقى حلوة كده ويحمر معايا الاكل ولا هيعمل معايا ايه. لسه اول مرة بقى ان انا اجربه كده واعمل فيه حاجة. اللهم صل على النبي. ركنت البرام بتاعي على جنب، هنضف بقى الخضار بتاعي كده علشان لما اطلع ما يكونش ورايا اي حاجة. بصراحة انا كانت المية قطعة قبل ما اروح السوق، فكان عندي شوية مواعين وكده، فغسلتهم بقى قبل ما اعمل اي حاجة لما جيت من السوق وكده. وحطيت حاجتي في التلاجة، غسلت شوية المواعين اللي عندي كده وروقت المطبخ. قلت بقى ايه اخلص كل حاجة علشان لما اطلع ابقى براحتي، ما يبقاش ورايا اي حاجة. حتى لو المية قطعت تاني يبقى انا مش محتاجة اي حاجة كده. فأنا غسلت الخضار، خُفت إن هي تقطع تاني، لإن بصراحة اليومين دُولة بتقطع كتير. بقية الخضار ده أنا مش هارميه، أنا باحطه كده عندي في جردل علشان خاطر الطيور بتاعتي باحطه ليها. ما بنرميش أي حاجة، أي بواقي مطبخ باحطها كده في جردل كده أطلّعها للطيور. اللهم صل على النبي. هاغسل الخضار بتاعي طبعًا علشان أبقى قاعدة ومتطمنة، لإن الخضار بياخد غسيل كتير، بيكون فيه طينة، فيه رملة، أي حاجة. الأول كده هاكُب المَيّة اللي هي مش نضيفة اللي عليه، وبعد كده هاحط عليه مَيّة وهاركنه بقى على جنب. لحد أمّا أخلّص بقى اللي أنا هاعمله واغسل السمك وكده، هيكون نزّل الطينة اللي فيه. بعد كده بقى أغسله غسلة كويسة وأركنه بقى يصفّي مَيّته. اللهم صل على النبي. دول السمك بتاعنا أهوّة زي ما أنتم شايفين، الكيلو وربع ب65 جنيه. غسلته وحطيت عليه الردة، وكان عندي شوية من اللبن هنا، حطيت عليهم شوية من المَيّة، ومش هاكتّر مَيّة علشان أمّا آخُد معايا إزازة فوق، وهاشوف أكمّل بقى زي ما يعوز. حطيت هنا معلقة من الوِش لإن شوية اللبن صغيّرين، حطيت معلقة من الوِش اللي أنا بالِمّه من على اللبن لمّا باغليه.
وقلبتها كده وأخدت الجناب دي كمان معايا مكان غليان اللبن. اللهم صل على النبي، نحط بقى برام حلو كده ورا الشوي السمك بتاعنا، ونشوف الفرن هيعمل معانا ايه. يا رب كده يصلح حاله، وإن شاء الله نجرب ونعمل فيه أحلى الأكلات بأمر الله. هو بصراحة في العالي قوي، بس أنا هعمل إيه؟ الأنبوبة بصراحة ما بتكفيش حاجة، فأنا قلت من ناحية إن هو توفير للأنبوبة، ومن ناحية كمان إن أنا باحب بصراحة الأكل اللي في الفرن البلدي. باعشق كده إن أنا أعمل أي أكلة في الفرن البلدي، إن كان خبيز أو سمك أو أي حاجة في الفرن البلدي، باحب بصراحة عمايل الفرن البلدي، وكمان توفير في الغاز، لإن الأنبوبة ب95 جنيه وما بتعملش أي حاجة. كان عندي كمان بصلتين كده خضرا هُمّة، غسلتهم شطفتهم كده وحطيتهم مع الخضار بتاعي، وهاسيبه بقى يصفّي المَيّة بتاعته كده وينشف، وهالِم بقى الحاجات بتاعتي دي كلّها على صينية علشان ما انساش أي حاجة، وما ارجعش أنزل تاني، لإن طبعًا الفرن فوق في العالي، ومش هاقدر إن أنا أطلع وأنزل، فأخدت كل حاجة معايا كده مرّة واحدة. اللهم صل على النبي، حطيت الرد على السمك وغطيته بالصينية اللي أنا هاحط عليها السمك بعد ما أطلّعه من الفرن، وكمان البرام هاغطيه بالصينية بتاعته اللي أنا هاغطيه لمّا يستوي، وأخدت المعلقة اللي هاشوف بيها الرز بتاعنا استوى والّا لأ، وأخدت الولاعة اللي أنا هاولّع بيها، يعني لمّيت كل حاجة، وكمان هاخد معايا إزازة فيها شوية مَيّة، وهاخد حاجتي كده وطلعت زي ما أنتم شايفين فوق على السطح أهوّة، وأدي الفرن بتاعنا بعد ما عملناه بالأسمنت. كان مشقّق وكده وأنتم شفتوه، فأنا عملته هنا بالأسمنت أهوّة، ما شاء الله حلو زي الفل أهو. إن شاء الله نعمل فيه أحلى حاجة ونعمل فيه أحلى أكل، بس بصراحة العيب الوحيد اللي فيه إن هو فوق في العالي أوي، دي المشكلة، يعني بصراحة مشكلة، بس يعني أهو. ربنا بيقوّي، وإن شاء الله ربنا يعيننا ويقوّينا. قبل ما أروح السوق طلعت كده فردت القش بتاعي في الشمس، لإن اللي كان مرطّب يعني وكده مكان الشتا، فأنا فردته في الشمس، قُلت بقى على ما أروح السوق وآجي يكون إيه، الشمس نشّفته شوية وخد تهوية كده. هانقله بقى كده عند الفرن علشان خاطر نولّع بقى كده ونسمّي الله ونقول بسم الله توكّلنا على الله، وحاجتنا كلّها معانا، وعملت كده شوية من اللواوي. لواية يعني إيه، يعني باخد كده شوية من القش وباعملهم كده زي الحزمة كده باربطهم كده علشان أحدفهم للفرن من فوق. لإن طبعًا مش هاعرف أعملهم معاكم، لإن أنا ماسكة التليفون بإيد أشتغل بإيد، لكن مش هينفع إن أنا أورّيكم هي بتتعمل إزاي، إن شاء الله هابقى أورّيها لكم مرّة تانية. اللهم صل على النبي، كده يالّا نسمّي الله ونقول بسم الله ونولّع الفرن بتاعنا. الجو ريح بصراحة قلب، يعني بعد ما كانت الشمس طالعة الصبح كده وكان الجو زي الفل، في ثواني قلب وبقى هوا، ربنا يستر. لإن طبعًا هيبقى في شتا وكده، فأنا قُلت بقى إيه أنشّف، لحقت الشمس الصبح كده، قُلت إن أنا أنشّف فيها شوية القش دُولة علشان ما يدوخونيش وأنا باولّع. اللهم صل على النبي، في واحدة حبيبة قلبي قالت لي في التعليقات: "هو الفرن ده مش غلط على الصَّبّة؟" الفرن يا حبيبة قلبي إحنا لمّا بنيجي نعمل الفرن بنحط الأول يعني إيه شكارة اللي هي 25 كيلو ملح، بنحط كده أكتر من نُصّها في أرضية على الصَّبّة. يعني بنحط حوالي اللهم صل على النبي 20 كيلو من الملح على الصبة كده على قد مقاسة الفرن، وبعد كده بنحط عليها الردمة أو الطينة اللي هي الناشفة، وبعد كده أدي كده طبقة كمان، وبعد كده بنحط عليها شكارة من المشمع، واللي هو البلاستيك يعني الشكارة اللي هي بتاعة الكيماوي زي اللي أنا كنت مفضية منها الخشب دلوقتي دي. بنحط الأول الملح وبعدين الردمة أو الطينة الناشفة، وبعد كده الشكارة المشمّع اللي هي بتاعة الكيماوي دي أو بتاعة الأسمدة، وبعد كده بقى اللهم صل على النبي، بنحط الملح الأول، وبعد كده الشكارة فوق منه، وبعد كده اللي هي الطينة أو الردمة الناشفة. لمّا آجي أنا بقى باجهّر الفرن بتاعي مش بافضّي التراب اللي فيه كلّه أو إن أنا باجي عليه، لأ باخد بس شوية صغيّرين وباسيب إن هي بحيث إن الصَّبّة بتاعتي الملح ده ما بيخلّيهاش تسخن، وكمان الطبقة كبيرة، يعني أنا بنحط طبقة كبيرة من الردمة فوق الشكارة المشمّة. مسحت الفرن بتاعي كده مسحة كويسة، شايفين الريح عامل إزاي، بيرجّع الدخان تاني.
شايفين؟ مسحت الفرن بتاعي مسحة كويسة كده من فوق ومن تحت، وكمان من فوق من القبة بتاعة الفرن علشان ما يوقعش طينة بتكون نشفت بقى مع السخونية وتنزل على الأكل بتاعي. بس بامسح الفرن بتاعي أو كده، يعني إحنا بنقول بنصلحه بالكيس زي ما انتم شايفين كده بينزل حاجات ازاي، يعني كل ما تصلحيه كل ما ينضف معاكي ويبقى زي الفل. هاصلح الفرن بتاعي كويس علشان خاطر ده لسه أول مرة إن أنا أعمل فيه حاجة من أيام الفرن القديم، فلازم أصلحها كويس أوي علشان خاطر تبقى نضيفة معايا وناكل أكل حاجة كده نضيفة، حاجة زي الفل إن شاء الله. ونشوف بقى الفرن هيعمل معانا إيه، وهيحمر السمك بتاعنا، هيحمر البرام كده وهيظبط لنا الأكل ولا هيبقى عامل إزاي. لازم قبل ما أعمل أي حاجة أسخّنه كويس أوي علشان السمك ما يلزقش معايا. بسم الله ما شاء الله سِخِن أهوّة. قلّبت بقى الرُدادة أو الردة على السمك، وحطيت كده هُم زي ما أنتم شايفين كده 4 سمكات فضل ورضا من عند ربنا. اللهم صل على النبي. السمك مولّع نار بصراحة، بصراحة مولّع نار. ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين يا رب العالمين، إن كان السمك أو الفراخ بصراحة واللحمة والحاجات دي. ربنا يستر على العالم. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله النار بتلف معايا وزي الفل أهي. شايفين بقى اللواية اللي أنا باحدفها ديّة، هي بقى ديّة اللي بتحمّر السمك من فوق، وأنا محمية الفرن أوي من تحت، محمياه يعني مسخّناه أوي. ياخد لون بقى من تحت، وبعد ما ياخد لون من تحت باقلبه، ويكون كمان الولعة معايا دي ادّيته لون من فوق. باقلبه بقى من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت، لإن أنا طبعًا بنحب السمك بيكون كلّه لون واحد، ما باحبش فيه ولا حتّة صغيّرة حتّى بيضة. زي ما أنتم شايفين بالطريقة ديّة أخد معايا لون من تحت ومن فوق، بسم الله ما شاء الله. أنا قلبته طبعًا زي ما أنتم شايفين بيكون لون واحد، أنا باحبه كده ما باحبش فيه حتّة بيضة ولا حاجة، بافضل أقلّب فيه كده لحد أمّا ياخد كلّه لون اللي أنتم شايفينه ده، و وينشف كمان. باهدّي النار بقى لمّا بالاقيه بقى أخد اللون كلّه، باتنّي مهدية النار، ما باولّعش بقى واسيبه كده علشان ينشف، المَيّة اللي فيه تنشف. فيه دهون فيه أي حاجة بتنشف بقى كده، والسمكة هتلاقيها معاكِ حلوة وزي الفل. بننشّف إيه، بننشّف السمك الكبير بس، لكن لو سمك صغير مش بننشّفه. بنولّع نطلّعه على طول من الفرن علشان ما ينشفش مننا. لكن لمّا بيكون سمك كبير بنسيبه أو بوري بنسيبه لمّا ينشف. زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله الفرن ما شاء الله حلو أهوّة، وحمّر لي السمك، وما شاء الله عليه. أنا زي ما قُلت لكم غاوية تعب، باحب أنا الخبيز أو أي حاجة في الفرن القش. كده ما شاء الله السمك بتاعنا نشف أهوّة، وحطيت كده عود من القش على الصينية اللي أنا كنت جايباها معايا، وطلّعت السمك بتاعنا كده. شايفين كُلّته لون واحد إزاي ما شاء الله. ومش محروقة ولا حاجة، يعني إن هي واخدة اللون ده كده محروقة لأ، ده هي الولعة الكتير وبسرعة، بسرعة ما بتخلّيش يتحرق منِّك، وبياخد اللون بسرعة. بعد كده بقى بتسيبيه ينشف براحته من غير ولعة، عشان كده ما بيتحرقش. لكن إن هو أخد اللون كُلّته كده مش محروق ولا أي حاجة، ده هو كده النار العالية الكتير هي اللي بتدّي له اللون بسرعة، وبتخلّيه زي ما أنتم شايفين كده. هامسح الفرن بتاعي كويس علشان بقى لمّا آجي بعد كده أعمل أي حاجة بعد البرام بتاعي، يعني في أي وقت ما يكونش لازق فيه حاجة، وتكون العارصة أو الحديدة بتاعتي ديّة تكون نضيفة. هاولّع شوية كده من تحت علشان طبعًا البرام بتاعي بعد كده ما انكُشش وأعمل ويتعفّر منّي. على ما الفرن بتاعنا يسخن تاني، معايا اللبن بقى بتاع أهوّة، ده كانوا شوية لبن على مَيّة على معلقة من وش اللبن اللي أنا باقُشه. هازوّده بقى بالمَيّة على حسب كمية الرز اللي معايا. الرز ده طبعًا حبّاية عريضة ما بياخدش مَيّة كتير. هاقلّب كده بالمعلقة، وهازُق بقى البرام بتاعنا في قلب الفرن، وإن شاء الله هيطلع زي الفل بأمر الله. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم، أحسن إخوات في الدنيا كلها. شكرًا ليكم وشكرًا لتعليقاتكم الجميلة، ما تحرمش منكم أبدًا، دايمًا بتنوروني وبتشرفوني بكلامكم الحلو. تسلموا لي يا رب، ربنا يبارك في عمركم ويسعدكم ويفرح قلوبكم ويصلح حالكم ويريح بالكم. اللهم آمين يا رب العالمين.
زي ما انتم شايفين كده بولع شوية بشوية كده مش كتير علشان خاطر ما يتعفرش مني، لانه طبعا ده مش زي السمك ان انا بنكش من فوق ومن تحت كده بالعصاية بتاعتي، لا بالراحة كده علشان خاطر ما يعملش ما يتعفرش مني. هنا البرام بتاعنا نشف، وشفت الحباية بتاعته، لقيت الحباية بتاعته ما شاء الله. لو لقيتها لسه محتاجة بتزودوا له شوية من المية، لقيتيها مش محتاجة يبقى كده تمام. بتلفي بقى البرام بتاعك علشان خاطر ياخد اللون من الجوانب، ويبقى اللون الحروف بتاعته يعني حمرا وكده. زي ما انتم شايفين كده اهوت، انا هغطي عليه بقى علشان خاطر وشه ما ينشفش، وكده تمام زي الفل، لان انا شاويه سمك في الفرن، فالصهد بتاع الفرن هيحمر لي البرام بتاعه وهيخليه زي الفل. لكن لو انا مش شاويه سمك فيه، ممكن ان انا اولع له شويه كمان. هلم بقى الحاجات بتاعتي دي كلها وانزل بقى كده اشوف ايه هنعمل. ايه نعمل التمليحة بتاعت السمك ونعمل السلطة ونحضر حاجتنا كده. لميت كل حاجة اهوت زي ما انتم شايفين، زي ما لميتها قبل ما اطلع لميتها بعد ما طلعت. اللهم صل على النبي. آه كده بقى ناخد حاجتنا كلها وننزل على تحت وهنشوف هنعمل ايه. هحط بقى ديت طبعا تحت الحنفية كده علشان خاطر ان هي تبوش معايا، عشان ده لازق كده مكان الغليان. والردة ديت انا هاخدها احط عليها اكل للفراخ اللي عندي او الطيور اللي عندي. مش بنرمي اي حاجة، زي ما قلت لكم بواقي المطبخ كلها بناخدها نحطها للطيور. هركن السمك بتاعي ده على جنب، واغسل بقى الحاجات اللي معايا ديت واروق النظام كده، وما خليش فيه اي حاجة علشان ان شاء الله تبقى دايما كده مطبخك نظيف وحالتك كده فايقة، المية تقطع في اي وقت يبقى المطبخ بتاعنا نظيف. اللهم صل على النبي. هنعمل بقى التمليحة بتاعة السمك. حطيت معلقة صغيرة من الشطة، وكمان معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الكمون الناشف، واللهم صل على النبي. معايا هنا عملت في الخلاط ليمونة، شوية من الثوم، قرنين فلفل. انا حطيت اللهم صل على النبي شطة، لان انا ما حطيتش فلفل حراق في اللي انا عملته في الخلاط ده. عملت في الخلاط فلفل اخضر بارد، وكمان عملت ليمونة وعملت شوية من الثوم. ومش هكتر كتير، حبة بس صغيرين كده على قد السمك بتاعي، علشان تكون مركزة كده وتديكي طعم زي العسل للسمك. مش ان انت ملحاه في مية كده وخلاص، لا، بيشرب بقى من الثوم والفلفل والليمون والحاجات الحلوة اللي انت حطاها دي كلها، ويبقى طعمه زي العسل. هنعمل بقى السلطة بتاعتنا ديت. بس قبل ما نعمل السلطة لقيت المية كده غليت معايا. هعمل بقى ايه؟ هنزل بالسمك بتاعي، هدوق الحدق بتاعها كده، لقيتها محتاجة هحط لها، مش محتاجة يبقى كده تمام. لقيتها ما شاء الله مظبوطة، يعني انا حطيت معلقة ملح، بسم الله ما شاء الله طلعت مظبوطة وزي الفل. هو طبعا المية لما تغلي بتحط بقى السمك، بس انا مش عايزة السمك يغلي. المية لما تغلي بقى واحط السمك كده، بوطي النار على اهدى حاجة لحد ما ارص السمك بس كده، واتك عليه بالمعلقة ان هو يتشرب من المية. بعد كده بطفي عليه تماما، مش بسيب النار ولعة ولا اي حاجة، يا دوب بس كده على نار هادية. بتكون موطية النار على نار هادية لحد زي ما انا بعمله كده، بغطسه كده قدامكم. و اللهم صل على النبي. بعد كده بطفي النار وبغطي عليه واسيبه بقى بيعرق بقى، والقشرة بتاعته ديت بسم الله ما شاء الله كده بتتمسح لوحدها، ما بتبقاش لازقة ولا اي حاجة. شايفين جمال والحلاوة؟ شمين ريحة التمليحة بتاعتها عاملة ازاي؟ ريحتها زي الفل. هنغطي عليه بقى ونسيبه لما يعرق كده، واحنا طافيين النار طبعا. وادي السلطة بتاعتنا، وادي كمان معانا اللهم صل على النبي الزيتون وشطة حراقة. دول انا كنت عملته بس ايام ما كنتش بنزل الفيديوهات فكنت عاملاه. ومعايا الخضار. هطلع بقى نجيب البرام بتاعنا كده. شايفين ما شاء الله زي العسل. طلعت جبته كده بعد ما عملت السلطة وعملت السمك. طلعت جبت البرام بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون والحلاوة زي الفل وريحته زي العسل. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في لايك وشير للأكلة الحلوة ديت. وما شاء الله الفرن بتاعي طلع حلو، ما خزلنيش ولا أي حاجة، وحمر لي السمك وحمر لي الرز بتاعنا. والولعة بتاعته طلعت حلوة هي بصراحة، بس عشان كان الجو هوا وكده، هو ده اللي تعبنا شوية. بس الحمد لله النتيجة زي الفل. أنا كنت خايفة لا يكون ما بيحمرش
ويدوخني يعني وكده. بس بصراحة النار بتاعته بتلف وطلعت معانا أحلى نتيجة زي ما انتم شايفين ما شاء الله. السمك بتاعنا لو هو مش بيحمر مش هيطلع اللون الحلو ده، والرز بتاعنا الجميل الحلو ده. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم ليا، أحسن أخوات في الدنيا بحالها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.